الأسئلة اللي تطرحوها وتعاودوها وتطرحوها وتعاودوها وتحير بزاف الأخوات هي تقطع الخيط. واش هي أسباب تقطع الخيط؟ شوفي أختي، راح نفهمها لكم اليوم. الأولى، إذا كنتي مركبة الإبرة بطريقة عوجة، شوف الإبرة كما قلت لكم شحال من مرة، الجهة مسطحة للداخل محدبة للبرا. إذا الخيط راشي راح يتقطع. إذا لا طونسيون، نوريكم راه لا طونسيون، ها هي لا طونسيون، هذه هي مرخوفه بزاف يتقطع الخيط، مزيره بزاف يتقطع الخيط. نعاود، مرخوفه بزاف يتقطع الخيط، مزيره بزاف يتقطع الخيط. نعاودو نرجعو هنا نوريكم الكانيطه، راكم تشوفوا الكانيطه هذه. لازم الخيط يكون معمر بهذه الطريقه، كي تشديها تكون هكذا شاده راسها. زيدوا حاجه واحده اخرى، الخيط يكون مستف. شوف كيفاش تكون معمره الخيط، ما يكونش الخيط يعني بطريقه عشوائيه معمره تاع بيدك ولا جهه طالعه وجهه محطه. شوف يجي مستف تستاف، هنا ماشي تقطع معك الخيط. زيدوا اذا كانت الابره عوجه، شوف نوريكم الكانيطه كيفاش تعمريها. ها هي، ها خليها هنا، يعني نمشي بالجهه العكسيه هنا هكذا وتدوري. شفتوا؟ زيدوا قلت لكم الابره معوجه تتقطع الخيط، الخيط راشي يتقطع الخيط، لا طونسيون مرخوفه بزاف يتقطع الخيط، مزيره بزاف يتقطع الخيط. هذه تاني، هذا الفيس كنت تشوف في هذا، ها هو ديك، هذا الفيس مرخوف بزاف يتقطع الخيط، مزير بزاف يتقطع الخيط. يعني هادو هما اسباب تقطع الخيط. ان شاء الله يا ربي تكون فتكم، فهمتوا؟ كما قلت لكم شوف الخيط يكون معمر، شوف نوريكم كيما هنايا، شوف يكون ستاف يكون معمر على قده، ولا يعني ماشي غير معمر هكاك جهه طالعه وجهه هابطه. هادو هما اسباب تقطع الخيط. حاجه واحده اخرى كما قلت لكم، الابره حتى تكون فيها خدشه، تكون فيها لصقه، فيها شي حاجه، فيها تدخل هاك عوجه دايره هكا، ما راح تقطع لك البيد. بيش اذا كان يبوجي ويزغد راح يتلاقى مع الابره ويخبط فيها ويتقطع الخيط. يعني هادو هما وشنو. ايه مرة تانية تكوني يعني لازم هادي دايما هنا تكوني تبداي ديري غرزة البداية والنهاية. اذا كان طالع كامل هكذا ودرتي يعني خدمتي للخلف راح يتقطع الخيط، يعني راح يخرج مباشرة من الإبرة. هادو هما كامل أسباب تقطع الخيط، يعني فتكم بها. شكرا لكم على المتابعة.